السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب يكونوا دايما بخير. هنعمل مع بعض النهارده حاجه جميله قوي، ان شاء الله يا رب تعجبكم. حاجه كده حلوه، تنفع عشاء وتنفع فطار. زي ما انتم شايفينها كده حلوه قوي قوي، فطاير هشه وجميله جدا. هنعملها مع بعضنا باقل التكاليف برضو. وطلعه خطيره والطعم روعه روعه روعه. ان شاء الله نخش مع بعض ونشوف عملنا الفطاير الجميله المحشيه بالطريقة سهلة وبسيطة، انت عارفه. ومش هتكلفنا انا هقول لك على اليوم حاجه كله. بس. أنا عاملة من دي صينيتين، القناه ديت لو صينية نجحت. اللي اوعى أنا حافظه رافعها ايدك. دي وصينية تانية. القناه ديت لو عايز نجحت. تعملي نص كيلو دي ها حسب إمكانياتك انا انت. انا والحشوة بقى ليها جميلة، حشوة طبعا بتبقى مش حاجة التونت بذوق بصي. كده. كلي بس كده، عايزة كلي بس كده ثواني تحشيها بتاع عشان ده افتح بلح، بس. عايزة لا امسك تحشيها الموبايل اللي كده. هو العجوة قصدي، عايزة تحشيها جبن، عايزة تحشيها موتزاريلا. أي إمكانيات عندك متوفرة هتعمليها بيها. وبص الشكل عامل ازاي، والطعم ما اقولكوش عليها، وريحتها وجمالها حلوه جدا جدا. وتنفع لاولادنا في المدارس، ممكن ياخدوها كفطار، وجبه حلوه قوي. تمام كده. هنخش ان شاء الله مع بعض على الفيديو. ونسمي الله ونصلي على الرسول. وبص شكلها عامل ازاي بقى، مع شويه شيبسي بقى لاولادنا كده، تحطيه في اللانش بوك بتاعهم. في اللانش بوكس، وتحطه لهم مع شويه شيبسي، مع شويه خيار، مع الوجبه بتاعتهم بتاع الفطار. بتبقى حلوه جدا وخفيفه، احسن من اكل ما تجيب حاجات لهم من بره. لا، انت بتعمل لهم في البيت، وبتبقى حلوه جدا ومش مكلفه. شوفي القرصه مثلا او السندوتش ده بيتجاب منين، او الفطيره الصغيره دي احنا بقى بايه، الصينيه دي خدت نص كيلو دقيق. فان شاء الله نخش مع بعض ونسمي ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي يا حبايبي. خش يلا معانا بعد الفيديو. كده انا جبت كيلو دقيق، عملت من الصينيه اللي شفتوها دي. طبعا اول حاجه بدخل الدقيق بتاعي دقيق عادي متعدد الاغراض. جبت الكيلو ونخلته زي ما انتم شايفين. تمام كده يا حبايبي. وبعدين بقى بدأنا نحط عليه ايه بقى. جبت عليه الست معالق، هما المعلقه اللي انا بغرب بيها كانت معلقه صغيره اللي هي بتاعت الشاي، بس كبيره شويه. خدت بيها يعتبر 3 معالق سكر. انا خدتها 6 مرات، 6 مرات، بس يعتبر بمعلقه كبيره. يعتبر ايه 6 معالق صغيره، لكن هما كانت بالمعلقه الكبيره 3 معالق سكر. تمام كده يا حبايبي. هنحط 3 معالق سكر عليها، ومعلقه صغيره ملح. اهي المعلقه دي صغيره مش كبيره، مش بتاعه اكل اللي احنا بناكل بيها. فخدت منهم 6 مرات بالمعلقه الايه الصغيره. ومعانا معلقه ملح صغيره، وباكو خميره فوريه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اهي حبه ملح بس صغيرين، يعتبر ايه معلقه صغيره قوي. تمام. يبقى هنا ايه 6 معالق صغيره من اللي هي بتاعت الشاي سكر. وهنحط معاهم معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام كده. وحطيت معاهم بقى وجبت بيضه، خدت بس منها البياض بتاعها حطيتها على الدقيق. وبالنسبه للبياض للصفار بتاعها ركنته على جنب. كده عندي زبديتين حطيتهم على برضو على الدقيق. وخدت بقى والصفار بقى البياض بس بتاع البيضه، وحجاز الصفار لوحده على جنب. تمام كده ماشيين مع بعض في الخطوات. بعد كده هلم بقى ده كله، وهجهز جنبي كوبايه ميه دافيه. وعلى حسب بقى ما تاخد العجينه. قلبت الاول الحاجات دي كلها مع بعضها، وبعدين هبدا بحط ايه ربع كوبايه زيت. تمام كده يا حبايبي، بس هي ربع كوبايه الزيت اللي بنستعملها. وهقلب الخليط كل ده مع بعضه. والميه بقى على حسب العجن، هتحطي حبه بحبه وتلفي وتعجني. تمام كده. كده خلاص بقلب المقادير، وهبدا بقى اشتغل بقى ايه فيها بايدي. تمام كده. هنبدا بقى ايه نلم العجينه بتاعتنا في الطبق، هنلمها كويس. وبعد كده ايه نحطها في نحط بقى ايه حبه دقيق لحد ما تلم معانا، العجينه بتاعتنا. خلاص العجينه بتاعتي لمت. هبدا بقى ايه هغطيها كده حبايبي. العجينه لمت. هبدا بقى اخدها بقى على الرخامه بتاعتي، وهبدا بقى الت واعجن فيها كويس. اهم شيء تلت فيها حوالي 10 دقائق، من 5 ل10 دقائق بقى انت بايدك بقى اشتغلي فيها لحد ما تلاقيها بقت ايه زي البلبل كده في ايدك. تمام. ولازم يكون في العجينه ايه لزق تلزيقه شويه. كده خلاص العجينه عملتها. هبدا بقى اغطيها واركنها حوالي 10 دقائق ربع ساعه. تركنيها عبال ما تجهزي بقى الحشوات بتاعت الايه بتاعت الفطيره دي اللي هي المعجنات اللي احنا هنعملها. خلاص كده هغطيها. وابدا عندك لانشون هاتي، عندك جبنه موزاريلا، جبنه رومي، البواقي اللي عندك، جبنه اللي هي البراميل، اي انواع عندك بتحبها او بيحبها اولادك للحشو.
احنا خدنا بس قطعتين يعتبر من الايه من اللانشون، وقطعتين من الايه من الجبنه الرومي. خدنا بس كده عشان نعمل تشكيله مع شويه موزاريلا مع شويه الجبنه اللي هم الايه الرومي، وخلطناهم كلهم على بعضهم وقطعناهم قطع صغيره، بتبقى حلوه قوي قوي، الولاد بيحبوها. قطعناها مكعبات زي ما انتم شايفينها كده اهوت. وبعد كده بقى بدأنا نحط عليها بقى ايه الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا. وكان عندي كمان 3 4 قرون فلفل برضو مغذيين، بيبقوا حلوين قوي، فيهم زنك يعني مغذيين. المهم الفلفل الاحمر ده بيبقى حلو جدا. خدناهم برضو وقطعناهم مع العجين. مش عايزه تحطي طبعا، حسب انت ما بتحبي ولادك بيحبوا بالنسبه للحشوه بتاعت الايه الفطاير دي. خدتها برضو وقطعتها معاهم. وبعد كده بقى حطينا كل الايه الخلطه بتاعتنا دي كلها في طبق عشان نبدا ايه الحشو. في خلال وانا بعمل كده كانت خلاص العجينه بتاعتي بدات الحمد لله تخمر وترفع اهو. قطعت كمان الايه كام قرن فلفل احمر كده، مغذي برضو لاولادنا. مش حابينه بلاش ايه تحطوه، على حسب الرغبه وعلى حسب ما انتوا بتحبوا. إيه كده قطعتهم اي قطعه برضو صغيره كده، مكعبات صغيره. وبدات احطهم برضو مع الخليط بتاعتي مع الايه مع اللانشون ومع الجبنه الرومي ومع الجبنه اللي هي الموتزاريلا. حبه صغيرين من كل حاجه، حبه صغيرين كده على قد الايه الصينيه اللي احنا هنعملها. تمام يا حبايبي. انا كنت عامله كيلو فخدت نص وعملته في الصينيه، والنص التاني هبقى ايه اوريكم انا عملته بيهم ايه تاني، يعني يعتبر هم طلعوا صينيتين. تمام. عملت بقى الخليط كله مع بعضه كده اهو، وجهزت الحشوه بتاعتي. وبدات بقى ايه اجيب العجينه بتاعتي واقطعها بقى واقرصها اي قطع صغيره، ونجهزها بقى ايه لعمليه الحشو بتاعتنا. زي ما انتم شايفين بقى خلاص كده ايه الحشوه بتاعتي بقت جاهزه. تمام. هبدا بقى اجيب العجينه بتاعتي واقطعها قطع صغيره. تمام كده. يعني ما خدتش بس من اللانشون والبتاع الا قطع صغيره جدا، يعني ما كملتش. العجينه بتاعتي كانت خمرت حلوه زي الفل اهيت، وطالعه جميله جدا بسم الله ما شاء الله، خمرانه وحلوه قوي. هلمها زي ما انا قلت لكم، وهنبدا بقى ايه نقطعها. كان بس النور كان قطع عندي، فشغاله بقى بالموبايل في ايدي، معلش بقى الاضاءه. فبدات بقى اقرص اهوت العجين زي ما انتم شايفينها، واحط في الايه صينيه. تمام كده يا حبايبي. اهو بدات اقرص واحط بقى في الايه في قلب الصينيه بتاعتي اللي انا هعمل بقى فيها وهخبز فيها. وتديني بس الصينيه كده بايه بمسحه بس زيت بالفرشه. تمام كده. كده خلاص هقرص بنفس الطريقه ديت ومليت الصينيه بتاعتي كده. هبدا بقى اجيب القطع بتاعتي وهبدا بقى احشي. عايزه تعمليها بقى ايه بالمردانه، ما عندكيش مردانه ممكن تعمليها باي حاجه، تبططيها بايدك وتحطي بقى فيها الحشوه اللي انت عاملاها مجهزاها، وتبداي بقى تلميها. طلع شكلها روعه روعه والله، جربوها ان شاء الله، مش هتخسروا حاجه. وممكن بنص كيلو دقيق بس. بلاش الحشوه دي، ممكن بجبنه براميلي. ممكن لو عندك حته لانشون صغننه ممكن تقطعيها فيها على حسب ولادك ما بيحبوا. ممكن تعملوها بحشوه اللي هي العجوه، ممكن تعملي باللي هي النوتيلا، زي ما بيحبوا. هتطلع جميله جميله جدا. ان شاء الله تجربوها. واللي وصل معانا لحد هنا ما تنسوناش من اللايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والناس اللي ما اشتركتش تشترك ان شاء الله معانا في القناه. كده خلاص اهو بدات بقى احشي كل الكميه اللي عندي. تمام كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. واهم شيء تلميها كويس وتقفلي عشان ما يطلعش منها الجبنه الموتزاريلا او تطلع منها الحشوه بتاعتها. كده انا لميتها خلاص كده كلها يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين، وبرصها في الصينيه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفينها كده. خلاص هملى الصينيه بتاعتي بكل الكميه. بعد كده بقى عندي البيضه اللي هي صفار البيضه اللي كنت عيناه. تحط عليه معلقتين لبن وتقلبيهم، ممكن تحطي عليهم نقطه بس فانيليا كده. ماشي. ما عندكيش بيض بتحطي حبه ميه على معلقتين لبن برضو تعملي بيها وتدهني. المهم المتوفر عندك اعمليه. تمام كده يا حبايبي. فانا كان عندي ايه بياض البيضه اللي احنا عملناها، فدهنت بها الصينيه زي ما انتم شايفينها. وهتسيبها برضو 10 دقائق كده اهوت. وبعد كده نبدا بقى ايه نزوقها بالسمسم بحبه البركه، اللي انت حباه كله اعمليه فيها. تمام يا حبايبي كده. فانتوا زي ما شايفين عملت بقى سمسم على حبه البركه، وبدات ايه اعملها. بتبقى حلوه قوي قوي لولادنا الصبحيه، واحنا نقوم نفطر بها الصبحيه مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بحليب. بتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى حاجه سريعه كده في البيت الصبحيه، ممكن تنفع على العشاء خفيف. تمام. ففي الحالتين بتبقى حلوه قوي قوي كفطار او كعشاء. ان شاء الله تجربوها تقولنا ايه رايكم في الطريقه بتاعتنا دي. إيه كده حبايبي خلصناها.
دخلناها الفرن على درجه 180 درجه. عايز تحطها شويه وبس تولعي عليها شويه، بس تاخدي بالك وتبقى متابعاها عشان برضو ما تتحرقش منك. طالعه بالجمال زي ما انتم شايفينها ده، والهشاشه والطعم ما اقولكوش عليه. هطلع لكم قطعه ووريها لكم وتشوفوا شكلها عامله ايه والحشوه معاها عامله ايه. ودي حبايبي ان شاء الله يا رب إيه لو عجبكم المحتوى بتاعنا ما تنسوناش طبعا من لايك واشتراك في القناه وكلمه حلوه او كومنت حلو منكم. شايفين طالعين طالعه شكلها عامل ازاي. الولاد كانوا بيخطفوها وانا عماله بصور. إيه بص كده، ايدهم سابقه ايدينا، فنحن لسه بنطلع وبنصور وهم ايه عجباهم الريحه بقى ايه جذباهم. بسم الله ما شاء الله. اهي شايفين شكلها هشه وجميله وطريه ازاي. وبنص كيلو بس ممكن تعملي بيها التشكيله الجميله دي. بص شكلها عامل ازاي. مش هقول لكم على الطعم كمان بتاعها، روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي على الفطاير الجميله دي الهشه. وادي الحشوه بتاعتها زي ما قلت لكم، بالحشوه المتوفره عندك ممكن تعمليها وهتطلع جميله ولذيذه كمان وحلوه وخفيفه. ولادنا بيحبوا الحاجات دي كلها. اشوفكم على خير والسلام عليكم.